كان جبريل عليه السلام حريص، وأذن الله له أن ليلة القدر ما تفوت إلا وينزل فيها إلى الأرض، لأن هذه الليلة مهمة عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة أنزل فيها القرآن، فبقي جبريل عليه السلام طيلة الزمن كل ما جاءت هذه الليلة ينزل. هل هو ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، محمد قد مات. طيب لماذا ينزل جبريل؟ تنزل الملائكة والروح، يعني جبريل فيها بإذن ربهم بعد ما استأذنوا من الله. قالوا لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أحب هذه الأمة لحب نبيها، من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أمته، ولأن هذه الأمة أحبت جبريل. ولهذا لما أراد الله أن يبين الإسلام للأمة في حديث عمر لم يبعث لهم غير جبريل، فجبريل بعث لمحمد صلى الله عليه وسلم وبعث للأمة. حديث جبريل يقول فيه عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا، الجميع شاف، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه صفة جبريل، كان جميل، وإذا اتصف بصورة اتصف بخلقة إنسان لا يتصف إلا بأحسن الناس. كان من أحسن الناس دحية الكلب، وكان جبريل كثيرا ما يتصف به. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لقد رأيتك واقفا مع دحية الكلبي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، أو أبصرتيه؟ قالت: نعم. قال: ذاك جبريل، ولن تموتي حتى تفقدي بصرك. ففقدت عائشة بصرها في آخر حياتها، فكانت تتلمس الصدقات وتعطيها لخادمتها، تقول: أوصلي هذا لبني فلان وهذا لبني فلان. فتقول لها خادمتها رضي الله عنها: يا عائش، ما أبقيت لنا شيئا؟ فتقول: الله أبقى، ما عند الله خير وأبقى. فرضي الله عن عائشة أم المؤمنين التي أبصرت جبريل في صورة دحية الكلبي، ورضي الله عن عمر وعن صحابة النبي أجمعين الذين أبصروا جبريل في أحسن صورة يتصور بها إنسان. بينما نحن جلوس ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب. وفي هذا الحديث دلالة على أن أحسن ملابس الرجال البياض، لذلك اختاره جبريل، لم يأتي ببنطال أو بدلة أو شماغ أحمر أو غير ذلك، إنما جاء بثياب بيضاء، ولكنه جاء حاسر الرأس، ما جاء بعمة بل جاء حاسر الرأس. والسبب في كون جبريل يأتي حاسر الرأس حتى لا يتهم، لأن الرجل إذا جاك حاسر الرأس ما وراه مشكلة، لكن لو جاء متعمم ولا يظهر إلا عيونه يشك الصحابة في هذا الشخص المتعمم الذي أخفى ملامحه، يمكن جاء يريد اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءهم بصورة مطمئنة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني شعره واضح، لا يرى عليه أثر السفر، يعني يكون أشعث أغبر. اللي جاي مسافر يأتي أشعث أغبر من الشمس والحر يأثر فيه، لكن هذا جاء كأنه تو خرج من حمام من جماله. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسألكم سؤال: لماذا قال عمر ولا يعرفه منا أحد؟ عمر لا يعرفه، لكن ممكن المسجد الثاني بقية الصحابة يمكن واحد يعرفه، يقول عمر لا يعرفه منا أحد. طيب عمر كيف عرفت أنه لا يعرف جبريل من الصحابة أحد، لا يعرف هذا الرجل أحد؟ قالوا لأن الصحابة كان إذا جاء الغريب قام من يعرفه فعرف به، وذاك اليوم لم يقم أحد يعرف به. يعني عندما يجي شخص غريب يقوم من يعرفه: هذا يا رسول الله ترى فلان من فلان. لكن هذا الرجل لم يعرفه أحد، فعلم أنه لا يعرف أحد. طيب وين جلس؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما جلس عند عمر ولا عند أبو بكر ولا عند أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس أمامه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد.
طيب يا محمد هذه العبارة لا يقولها إلا الأعراب، الأعراب هم اللي يقولوا يا محمد. طيب جبريل كيف يقول يا محمد؟ لأن الأعراب هم الذين يسألون عن المسائل التي لا يستطيع أن يسأل عنها الصحابة الكرام، فلو قال يا رسول الله قالوا هذا صحابي وسؤاله بيصير عادي. لكن الأعرابي يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنا لنفرح بالأعرابي إذا دخل المدينة، وإن بعض الصحابة ليأتي للأعرابي قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه سؤاله: سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كذا، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كذا، لأن الصحابة يستحون أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكثروا عليه المسألة. فإذا جاء الأعرابي جاءتهم الفرصة: خذ هذا السؤال، اسأل الرسول عن هذا، بالله يسأل الرسول عن هذا. فالأعرابي ما عنده مشكلة: يا محمد إيش معنى كذا وإيش كذا، فيسأل سؤال حتى ينادي من بعيد. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وهؤلاء ينادونه باسمه، يقول يا محمد. أما جبريل عليه السلام فإنه جاء بأدب الصحابة، بالأدب، حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالهندام الجميل، ثم قال يا محمد حتى يستمع الصحابة. كلامه سؤاله مثل الأعرابي، هيئته لا، لكن سؤاله مضمونه لا، أيضا سؤال عالم. يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. هذه مشكلة. الأعرابي يقول له صدقت، الأعرابي ما يدري عن شيء، إذن هذا عالم ذا. قال عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه. كيف يسأل ويقول له صدقت؟ أكيد هو عنده علم. طيب عنده علم ليش يسأل؟ قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. هذه مرة ثانية. الصحابة تعجبوا، عمر تعجب. عمر أصلا مثل هذا النوع من الأسئلة ما يتحمله، بس جبريل تأدب مع عمر، يعني ما هو عارفه، يقول الرسول بس يأمر، لكن هذا المنظر وهذا السؤال أكيد المسألة فيها إن كما يقولون. يوم جاء السؤال الثالث، قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت 3 مرات، صدقت صدقت صدقت. طيب جاء السؤال الرابع، قال فأخبرني عن الساعة. هنا سيتبين للصحابة أن السائل ليس بشرا. قال فأخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها، وهو من؟ محمد، بأعلم من السائل. طيب من السائل؟ عمر رضي الله عنه أخذ يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وده يقرب حتى يعرف من السائل. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. السؤال رقم 5، قال فأخبرني عن أماراتها. قال أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال صدقت. ثم شوية وانطلق جبريل، خرج. بعض الصحابة تبعه ما شاف. عمر بن الخطاب جاء وكله أسئلة واستفهامات، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر أتدري من السائل؟ كان يقول جزاك الله خير، الله يبارك. لا والله ما أعرف، الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل. جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فجبريل أتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أتى الصحابة لمحبته لهم. جبريل لا يأتي يعلم إلا من أحبه الله. أتاكم يا صحابة يعلمكم دينكم. وهذا الإتيان هل هو خاص بالصحابة أو بالأمة جميعا؟ بالأمة جميعا، لأن الدين غير خاص بالصحابة. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام.